ادوات بتساعدني وهتساعدك في تصوير المحتوى بتاعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في قناتي احمد دوس. هنعيد برضو نقول كل سنة وانتم طيبين. 2026 ان شاء الله تبقى سنة سعيدة على الكل وتبقى سنة مليانة بالنجاحات لكل الناس. النهاردة فيديو بعنوان ادوات بتساعدني وهتساعدك في تصوير المحتوى بتاعك ايا كان. بتصور بقى منتجات، بتصور زي كده صناعة محتوى على اليوتيوب. الادوات دي حلوة ودي بدائل لادوات تانية غالية جدا، فتابع الفيديو بتاعي للاخر. طبعا لو انت بتصور منتجات او بتصنع محتوى فبيبقى قدامك الكاميرا زي ما انت شايف، وبتبقى عايز كاميرا مساعدة جنبك او كاميرا تصور بيها المنتج اللي انت بتعمل له اعلان او انت بتتكلم عنه زي ما انا بعمل في القناة. فالموضوع ده محتاج منك بدل الترايبود ترايبود تاني او ترايبود حرف تي اللي هو زي اللي انا هوريه لكم هنا في الصورة كده. والترايبود ده للاسف سعره غالي، ولو انت بتبدأ هيبقى الموضوع صعب عليك. فانا جبت لك حاجة لطيفة زي دي. التول دي حلوة جدا، بتوفر معاك الموضوع وبتعمل لك نفس الموضوع. تقدر تحركها زي ما انت شايف كده بمنتهى السهولة والسلاسة. تقدر تحرك الهيد دي تحت وفوق، وتقدر تغير طبعا زاوية تليفونك براحتك بالطول بالعرض، وجميلة جدا. والصايع اللي في الموضوع انها تركب في المكتب بتاعك كده. استنى، المكتب عندي عريض شوية، تركب كده وتركبها وتثبت معاك وتبقى بالشكل اللي انت شايفه ده. تقدر تلف كده الزاوية بتاعتها كده اهو وتبقى قدامك. طيب تقدر تستعملها في ايه تاني غير ان انت هتركب عليها الموبايل او الكاميرا وانك تصور بيها؟ ممكن تخليها ستاند للمايك، يعني تقدر تركب المايك بتاعك هنا او هنا، او لو انت المايك بتاعك فاهم زي كده هولي لاند هيمسك معاك لان ده حديد فيمسك على طول ماجنت. تمام، فهتبقى مساعدة جدا والصوت قدامك كده فيلقط معاك الصوت احسن. فبصراحة انا شايفها أداة صايعة وعملية جدا لصناع المحتوى أو الناس اللي بتصور وبتعمل مونتاج والكلام ده، وسعره رخيص. المنتج ده موجود على أمازون ب 350 أو ب 340. هسيب لك لينك الشراء تحت في أول كومنت. ده أول منتج معايا من الحاجات اللي بتسهل التصوير بتاعك. طيب نشيل ده كده. المنتج التاني اللي معايا، في أنواع في التصوير وفي نوع مشهور جدا في التصوير اسمه البي او في. البي او في اللي هو بتبقى بتشوف انت الفيديو ان كأنك انت صاحب الفيديو او كأنك بتصور بعينيك انت. الحاجة في ايدك بتشوفها، بتمشي، بتعمل رياضة، بتجري، بتعيش التجربة كأنك انت مكان الكاميرا وانت الشخص اللي بيصنع الحاجة. البي او في ده كان فيه معدات غالية جدا علشان تبدأ تصور بيها بي او في، ولكن النهاردة انا جايب لك حاجة فعلا على قد الايد، رخيصة قوي والماتيريال بتاعها قوي وهتساعدك في تصوير البي او في. النوع ده حلو جدا والناس بتحب قوي تصوير البي او في في كتير من الفيديوهات، وان شاء الله الفيديوهات الجايه يبقى فيها شوتات كتير بي او في. فحبيت اشتري التول دي. هي بتتلبس، مش عارف البسها دلوقتي يعني عشان هتبهدل الدنيا، بس هي المهم ان هي في الاخر هتبقى هنا كده، والموبايل بتاعك هيبقى راكب جواها كده اهو زي ما انتم شايفين، وتبدا تصور الحاجه. وانا هسيب لكم فيديو دلوقتي هتصور الحاجه وانت الموبايل قدامك كده وعلى طول وبما منك مباشره للمنتج او الحاجه اللي انت بتصورها. فبصراحه بتدي لك طريقه حلوه في التصوير وشكل كده سمارت وذكي جدا للفيديو اللي طالع. والبي او في بصراحه ناس بتحبه قوي وبيسمع قوي ويعني تفاعلي كده، فدي صايعه جدا. وسعرها بكام؟ حوالي 320 او 325 جنيه، موجوده على امازون، وبرده اللينك بتاعها تحت في اول كومنت. فبصراحه الحاجات دي بدائل لحاجات غاليه جدا، ولكن دي هتساعدك وتقدم معاك الغرض. يعني انت مثلا لو اشتريت الاثنين دول زي ما انا اشتريته كده في حدود 600 جنيه او 650 جنيه. حرفيا بتاعه البي او في دي انا كنت بشوف لها اعلانات ب 900 وب 1000 وحدها. فلا الباكج ده حلو وبصراحه لطيف عنده البادجت او الميزانيه بتاعته صغيره. ده هيبقى مفيد جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون اضفت لك معلومه جديده وساعدتك في التصوير والشغل بتاعك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.